عسلامة، مرحبا بكم في جولة جديدة وروسات جديدة. اليوم اخترت باش نصور معاكم، نهزكم معايا في جولة صغيرة لدولاراما. هي مغازة غنية عن التعريف في كندا. بصراحة لاحظت أنا من اللي جيت لكندا باللي هي معشوقة الجماهير. مني أنا لولا كل وين نقلق وليت نمشي نعمل فيها حواسة. بالنسبة للأثمنة فيها رخيصة وفي متناول الجميع، بالأخص الناس اللي جاية جديدة لكندا. صحيح هي الكاليتي مش في كل شيء باهية، أما الأسواق مناسبة بصراحة، خصوصا أنه اللي جايين جدد لازم باش يعمروا دار كاملة من جديد. فدولاراما هي الحل الوحيد باش تعمر الدويرة، لأنه الأسواق فيها تتراوح من $1 إلى $5 بطبيعة مع التاكس. طبعا ديباناج بالنسبة لي أنا من رأيي إنها باش تشري من دولاراما فما حاجات شاد ديباناج كما حكيت، لأنه الكاليتي مش باهية برشا، لكن تعدي روحك بها في الأول، وبعد كيف تمشي الأمور تولي قادر باش تبدل وتشري حاجات أخرى أحسن بإذن الله. صورت معاكم حويجات مش كل شيء، إن شاء الله يعجبكم الفيديو. وهذا باش يكون جزء أول من دولاراما، لأنه فيها برشا حاجات أخرين، فيها مواد غذائية، مواد تنظيف، ألعاب، كتب، الديكور، كل ما يخص الكوجينة، كل ما يخص الصالون، الريدوات، كل شيء يخص في الدار موجود. وإن شاء الله قريب نهبط لكم جزء ثاني وثالث. وفي آخر الفيديو باش نصور معاكم الروسات بركوكش القفسي، يسموه بركوكش 7 لحمات، يكون مخلط فيه ود البحر وود البر والطاير. يتسمى هكا 7 لحمات لأنه يكون فيه الشلبة والقرنيت والدجاج والعلوش والبقري والحمام والأرنب، وكل قدير وقدره. أنا زادة مشيت حسب مقدوري في كندا، لأني لا لقيت لا الأرنب ولا الحمام ولا الشلبة. عندي طرف قرنيت ودجاج وطرف علوش وطرف بقري موجودين عندي في الدار، عملت بيهم وجاب صراحة بنين وفايح ريحة وطعم ولا أروع. بالحق محلاها أكلتنا الزمنية. كنا قبل نتلموا في دار جدي ونطيبوها جدتي الله يرحمها وأمي ربي يفضلها ويطول في عمرها، كانوا يطيبوهونا ونتلموا عليه الناس كل. محلاها أيامات ومحلاها لما. هذا الماعون أنواع وأشكال مختلفة، أكواب بالماء، كيسان الحليب، كيسان التاي، القهوة. كيف لهنا ثم الحكوك هذم البلار مزيانين برشا بالبوا، نحفظوا فيهم الماكلة. الحكوك هذم حطوا فيهم فاكهة، شوكولا، تحط فيه برشا حاجات. هذه جوري بنتي معايا، مرافقتي ومساعدتي، توري في البوات متاع الماء، اشكال وانواع مختلفة. جوري زادة بنتي كل وين تولي عندها وقت تقولي ماما هاي نمشوا نعملوا دورة في دولاراما، مام حتى كيف نحبوا نعملوا مارش لدولاراما، حتى باش تتفرج برك، يعني مش لازم باش تشري في كل مشية. اما احنا بطبيعة مدام معايا جوري في كل مشية لازم باش تروح بحاجة في يدها. الريون هذا الكل ما نستحقوه في الرانجمون. هذا ريون الهالوين. شدت جوري صحيح باش نصور، صورت منه بصراحة شوية بركة مش كل شيء.
يعني من هنا في كندا يحتفلوا بيه. هذه كانت التحضيرات لأن الريون نلقوهم قاعدين يحضروا فيه. ويحضروا زادة في كل ما يخص فصل الخريف، مام حتى ليناب متاع الطواول، تحف للديكور، لي سوبلا، الورد، كل ما يخص فصل الخريف موجود. كما قلت لكم بالأسوام ماكس $5 مع تاكس بتبيعه. وكيف كيف جوري هزتني للريون تاع الجوي اللي كل مرة نمشوا للدولارama أكيد باش تزوره. هذم ألعاب للأولاد. كيف كيف الريون تاع الألعاب صورت شوية مش برشا، أنا كبير ماهوش صغير. وهذا ما يخص البنات لي بوبي، ما يخص البنات اللي حاجة اللي يحبوها البنات يعني. بالنسبة للصغار هذا أهم ريون. ديجا جوري بنتي عاملة كوليكسيون من لي بوبي هذم الكل. نلقو زادا الكتب، كتب التلوين والقصص والحساب، يعني كل شيء موجود في الدولارama وبثمن رخيصة. هنا كل ما يخص الديكور، لي طابلو، لي بورت بيجو، انتيكا. هذه انتيكا $4. هذه $5. لي بانيل صغيرات للبنيات يحطوا فيه مشكيلات متاعهم. ألوان وأشكال مختلفة.
لازم البلاتو مزيانين زادا. 5 دولار المارون في الجري. بلاتو المكياج يتحط حتى في بيت الحمام، كل واحد يكون يحط يكون يحب يستعمله يعني يستعمله. لي ريدو هذم لي تابلو، ميم القصب اللي نستحقوهم في الريدو. انا قولي لي بوجي بارفيمي انواع واشكال لارج شوا. غير صورت شويه مش الكل باش ما يكونش الفيديو طويل برشا. ميم حتى الصوف فما ناس مغرومة بالطريزة والعقيق الحرج الخرز، كل شيء موجود. لهنا بدو يحطوا في حوايج الشتاء. ان شاء الله عجبتكم الجولة. كما قلت لكم هذه بارتي صغيرة من المغازان. باش ننتقلوا للروسات نتاع البركوكش توا. البركوكش نستحقوا الجلبانة العدس، شوية فول يابس، اللحم كما حكيت لكم عندي طرف بقري وطرف علوش وطرف دجاج وطرف قرنيط، قرع احمر والسناريا، واللي يحب يزيد دنجال كما يحب، حمص وفول وفرماس، شويه سلق، وهذا البركوكش، شويه طماطم وفلفل اكحل وكركم وملح. كل شيء يطيب في البارد. لهنا حطيت المقفول شويه ماء، صبيت زيت زيتونه، هذاك زيت زيتونه تونسي نبيعو فيه في كندا، الطماطم، الفحات، السلق، الفول والحمص والفرماس، القرعة والسناريا، الحبوب، الجلبانة والعدس والفول يابس، ورميت اللحم المنوع. لهذا البركوكش قبل ما نحطوه يتفور نبسوه بشوية زيت زيتونة، نهرس الثوم والكمون باش نفوحوا به في الاخر. حطيت الكسكاس باش نحط شويه البركوكش يتفوروا.
لهنا تفكرت اني نسيت الفلفل والبصل. البركوك شو تفور وحضرته باش نرموه في المقفول. لهنا البركوكش متاعنا طاب ديجا خثال باش نرمو له الكمون والثوم نطفو عليه. هنا البركوكش متاعنا حضر. ان شاء الله عجبتكم جولة اليوم والبركوكش القبسي، وان شاء الله في حلقات قادمة في جولات اخرى وروسات جديدة. بسلامة.